لتنظيم التظاهرات الكبيرة من بينها بطولة العالم للأندية التي نظمت في موسمين، في نسختين، في سنتين، وكذلك دون نسيان البطولات الأخرى العالمية في مختلف الرياضات. كما قلت هي صورة ترويجية، صورة حضارية، صورة جميلة. نتمنى أن تتواصل المواسم المقبلة وتتويج كل الفرق التي تتمكن من الوصول لمنصة التتويج. إذا دائما نعيش وإياكم مشاهدينا الكرام مباشرة على قناتكم الرياضية، قناة الرياضية التي كانت حاضرة بكل التفاصيل الصغيرة والكبيرة المتعلقة برصد كل مباريات الدوري الاحترافي الوطني وكذلك كأس العرش ومباريات المنتخب ومختلف الرياضات، الرصد لتفاصيل البطولة الاحترافية من خلال مجموعة من البرامج، سواء استوديو البطولة أو حصيلة الأسبوع أو كذلك أكيد حصيلة البطولة دون نسيان برنامج الحكم الآخر. كلها برامج رصدت أطوار الدوري الوطني الاحترافي وكذلك زملاء بنشرة الأخبار وبمختلف البرامج الأخرى التي أكيد كانت المهمة مهمة إيصال الصورة، إيصال حب وعشق الجمهور المغربي لكرة القدم الوطنية في كل البيوت المغربية. إذن السعيدي أكيد هو الآخر يتلقى التتويج وفي الصورة جون دوشاك. من أين أتى هذا المدرب؟ إنه الويلزي الذي كان لاعب سابق لفريق ليفربول بين سنة 1970 وسنة 1978 وسجل آنذاك 96 هدف في 246 مباراة وفاز مع الريدز بعدة ألقاب. فاز بدرع الدوري سنوات 73 76 و77 وكذلك بألقاب أوروبية. فاز بكأس أوروبا للأندية البطلة في مناسبتين، فاز بكأس الاتحاد الأوروبي مرتين في 30 من عمره، وعاد إلى فريق الأم كارديف سيتي وجاوروا ل6 مواسم ومثل منتخب بلاده. كذلك كانت مسيرة موفقة كمدرب رفقة مجموعة من الأندية كفريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي وكذلك نادي ريال سوسيداد الإسباني 4 سنوات وفاز معه بكأس الملك سنة 1987 وصنع لنفسه اسما داخل الدوري الإسباني الذي كان يعش بالمواهب والمدربين الكبار لينتقل لتدريب فريق ريال مدريد سنة 1989. جون دوشاك المدرب الداهية الكبير الذي حضر للمملكة المغربية وقال بأنه هنا المواهب، هنا الجماهير، هنا احتفالية، هنا عشق كبير لكرة القدم الوطنية. ولكن المسيرة توجها بتحقيق طبعا لقب ينضاف لخزينة هذا المدرب الوالزي جون دوشاك. طبعا ما تفوتنيش الفرصة نذكر بأنه درب في ديبورتيفو لا كورونيا رفقة اسم ودادي أكيد يبقى من الأسماء الكبيرة في تاريخ الوداد هو نور الدين النيبت، وكان قريب من ضمه إلى ريال مدريد لكن عاد لتدريب النادي الملكي سنة 1999 وآنذاك تعثرت المفاوضات بسبب مطالب فريق ديبورتيفو. طبعا كنخلي لكم الصورة الجميلة وإلى أمكن غنخلي لكم الاحتفالية طبعا على مستوى المدرجات من طرف جمهور فريق الوداد بحضور قدماء اللاعبين وقدماء المسيرين فريق الوداد الرياضي البيضاوي. من جديد هنيئا للوداد، هنيئا للوداد، مبروك عليك يا وداد، مبروك عليك يا وداد، تستحقين اللقب يا وداد. إذا بعد لحظات غنعيش عملية تسليم الدرع لفريق الوداد بعد 4 سنوات عجاف غاب عنها الوداد ليتصالح مع الجمهور ويتصالح مع منصة التتويج أي منذ سنة 2010 واللقب اللي كان آنذاك رفقة بادو ساكي، رفقة الداودي، رفقة فخر الدين. طبعا السنة التي تمكن من خلالها في المشاركة في عصبة الأبطال الأفريقية والوصول للمباراة النهائية رفقة السويسري ميشيل دو كاستيل، واليوم يتصالح طبعا
مع جماهيره بالعودة للألقاب. إذا هي صورة جميلة بجنبات المركب الرياضي محمد الخامس. ستكون عملية التتويج وتسليم الدرع. تسليم الدرع طبعا خلاو اللاعب لغادر فريق الوداد في صورة جميلة لمحمد بن رابح من أجل تسلم الكاس، أظن تسلم الدرع. فوتنيش الفرصة كذلك. أتذكر بأنه يعني تم تخصيص جوائز مالية مهمة على خلاف أو مقارنة مع السنوات الماضية، يعني المبلغ ارتفع في هذه السنة، والوداد كان له الحظ وكانت له الفرصة وكان له تاريخ أنه يفوز بالمكافأة ويفوز كذلك بالدرع. إذا الآن ستتم عملية منح الدرع. سيمنح الدرع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي رقجع. هنيئا لكل المكتب الجامعي، هنيئا على الصور الجميلة اللي تبعنا في الحفل الختامي. إذا لحظة التتويج، لحظة رفع الدرع، بطولة رقم 18، بطولة رقم 18 لفريق الوداد الرياضي البيضاوي، سيتم تسليمها للاعب بن رابح. إذا محمد بن رابح، ولحظة تسليم الدرع رفقة رئيس فريق الوداد الناصري. إذا مبروك 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 عليك يا وداد، مبروك عليك يا وداد. لحظة التتويج، لحظة تاريخية، بطولة رقم 18. هنيئا لفريق الوداد ولكل مكونات الوداد في المدرجات. أكيد فرصة من أجل رصد هذا اللحظة التاريخية الاحتفالية للبطولة الوطنية بنظام الاحتراف في الموسم الرابع. إذا مبروك للوداد، هنيئا لفريق الوداد، هنيئا لكل مكونات الوداد، هنيئا لكل مكونات الوداد. هستيريا أكيد في المدرجات كما قلت، لا صوت يعلو فوق صوت الوداد. بيضاء وحمراء ودادية، اليوم لحظة احتفالية بلقب البطولة الوطنية. إذا اللحظات أكيد ستبقى راسخة في ذهن الجمهور الودادي وكل مكونات الوداد المطالبة باستثمار ما وصل إليه فريق الوداد للعودة للواجهة القارية والعالمية. أكيد تصحيح الأخطاء التي ارتكبت هذا الموسم، سواء على مستوى الانتدابات أو على بعض الأمور التي يعني جعلت فريق الوداد بعض اللحظات يعيش فترة فراغ، لكن عاد من بعيد الوداد وحقق البطولة المستحقة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. إذا هنيئا لفريق الوداد الرياضي، هنيئا لجمهور الوداد. ولكن سأترككم مع هذه الصور الجميلة واللحظات الجميلة كذلك على مستوى المدرجات. احتفالية كبيرة، احتفالية كبيرة لجمهور الوداد.